في يوم عادي جدا، مالك كان بيغسل وشه قبل ما ينام. رفع رأسه يبص في المراية، بس فجأة لاحظ إن صورته جوه المراية ما تحركتش. وقف مصدوم وبسطاني. الصورة ابتسمت له ابتسامة غريبة، وقالت بصوت منخفض: اتأخرت يا مالك. كانت مستني اللحظة دي. بدأت المراية تهتز، والشقوق تنتشر فيها، وصوت تنفس ثقيل بيخرج منها. مالك أتراجع خطوة، لكن أيده اللي في المراية أتحركت لوحدها، وبدأت تمد ناحيته. صرخ وجري برا الحمام، وقفل الباب بسرعة. بس آخر حاجة سمعها كانت صوت خابط خفيف، وصوت نفسه من جوه المراية بيقول: المرة الجاية أنا اللي هبقى برم.